رب تكونوا بخير وكويسين. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة خلاص العيد قرب. ففكرة الفيديو النهاردة هتكون ان احنا هنعمل روتين كامل لكل حاجة للشعر والجسم والوش. فالفيديو مش هيكون محدد على حاجة معينة. فاحنا هنعمل النهاردة كل الروتين اللي احنا المفروض نحتاجه في العيد. ولكن عندي ملحوظة كده مهمة جدا، اللي احنا في حاجات المفروض نعملها مش قبل العيد بيوم مثلا او حاجة، فنعملها قبليها بحوالي يعني يوم كمان او يومين كمان. وهنوضح ايه هي في الفيديو، بس هيبقى تقريبا الفيديو هيبقى متقسم لثلاث اجزاء. يعني انا كلهم هقولهم في فيديو النهارده، ولكن الفيديو يعني هيكون مقسم لثلاث مواضيع: للشعر والجسم والوش زي ما احنا قلنا. فاحنا هنوضح الحاجه اللي احنا عايزين نقولها ده في الموضوع بتاعها. فيلا بينا نبدأ. أول حاجة بالشعر، المفروض ان احنا طبعا يعني مش كل الناس، يعني أغلب الناس بتعمل شعرها مكوى أو استشوار، يعني بتعرض شعرها للحرارة في العيد وكده، فمن بقى العيد فرحة وكده. فالمفروض اللي احنا قبل ما نعرض شعرنا للحرارة، اللي احنا نكون مرطبين شعرنا كويس جدا 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 بجد. عشان اصلا كده كده المكوى يعني بتضر الشعر جدا. فانا دايما بصراحه يعني بنصح ان احنا ما نعرضش شعرنا للحراره، عشان شعرنا قبل يعني قصدي بعد المكوى، او اللي احنا بعد ما نعرض شعرنا للحراره، بيكون شعرنا صعب قوي يرجع زي الاول، عشان بيكون طبعا متعرض للحراره، فالحراره دي فعلا بتدمر الشعر. فاحنا المفروض احنا النهارده هقول لكم الستيب كلها بتاعت الشعر. فاول حاجه اللي احنا بنعملها بنغسل شعرنا كويس قوي بشامبو. المفروض الشامبو اللي هو يكون صحي على على الشعر، اللي هو بيكون خالي من السلفات. ولكن في احيانا يعني اوقات اللي احنا لازم نغسل شعرنا بشامبو فيه سلفات. ايه هو الفرق من ده وده؟ الشامبو اللي فيه سلفات بينظف فروة الراس كويس جدا. طبعا عادي برضو شامبو اللي هو مفهوش سلفات برضو بينظف، ولكن مش بنفس قوة السلفات. اوكي. فاول حاجة قلناها الشامبو. تاني حاجة البلسم. طبعا من شركة ايفا عاملة شامبو بلسم حلوين جدا. فطبعا انا في حاجات كتير كنت جربتها، بس هي طبعا للاسف مقاطعة، فانا مش هقدر اتكلم عنها. فبس ايفا عاملة شامبو بلسم حلوين جدا، كمان عاملاه للشعر العادي والشعر الكيرلي. فاللي عايز يستخدم ده اللي عايز يستخدم ده، فهي حلوة جدا. وانا صراحة بحب شركة ايفا جدا. وكمان شركة مينك، انا صراحة جربت منها الشامبو والبلسم والماسك بتاعهم، كان تحفة الصراحة، والترتيب بتاعهم كان تحفة. وكمان احنا قلنا كده الشامبو والبلسم. تالت حاجة المفروض نعملها على شعرنا الماسك، حاجة ترطب شعرنا كويس جدا. فاحنا دلوقتي كده خلصنا ال الشاور. بعد الشاور بقى بنعمل ايه؟ لو احنا يعني هنعرض شعرنا للحرارة، فهنحط يعني حاجة كده بسبراي بتتحط قبل ما نعرض شعرنا للمكوى او الاستشوار، اي حرارة عموما بتتحط على الشعر، اسمه واقي من الحرارة. فانتوا بتحطوه فين بقى؟ بتحطوه من نص شعركم مثلا من هنا لحد الاطراف، مش بتجيبوه على فروة الراس خالص. يعني ممنوع السبراي بتاع الحرارة ده يتجاب على فروة الراس، يعني ما يتجابش هنا خالص خالص. يتجاب من اول نص الشعر لحد الاطراف، طبعا حسب طول شعركم. ولكن هو ممنوع جدا يتحط على فروة الراس، زي البلسم وزي الماسك بتاع الشعر ما يتحطوش على فروة الراس. اللي يتحط بس على فروة الراس هو الشامبو. اوكي. كده احنا خلاص بقى، يعني بعد ما حطينا الواقي من الحرارة ده، بنحط مثلا بقى السيرم، الزيت، الكريم اللي احنا بنحبه بتاع الشعر. طبعا في حاجة مهمة جدا اغلبنا مش بيركز عليها، وهي الحاجة اللي احنا بنحطها على شعرنا، يعني بنربط بيها شعرنا. طبعا انا بجد شفت فرق كبير جدا ما بين التوك العادية والتوك الستان. طبعا الستان احسن 100 مرة من التوك العادية. هو بجد مهما انتوا تحطوه في شعركم، بعد ما تشيلوا التوكة مش بياخد شعر معاها اطلاقا بجد. هي حاجة تحفة. المفروض ان احنا لو شعرنا ويفي ستريت كيرلي، المفروض ان احنا نحط على شعرنا بونيه ساتان، عشان يحفظ شعرنا من اي حاجه، سواء احنا نايمين قاعدين عادي عايزين تحطوه حطوه. بس يعني هو يعني بتحطوا وانتوا رايحين تناموا، عشان شعركم يتحافظ عليه من ساعه ما تناموا لحد ما تقوموا الصبح.
وكمان المخدة اللي تكون برضو مش مخدة عادية، تكون برضو ستان عشان تحافظ على الشعر. كده احنا خلصنا خلاص جزء الشعر، فهندخل على البادي كير، جزء الجسم. اول حاجة احنا المفروض بنحتاجها يعني في جسمنا، والملحوظة اللي احنا هنقولها في الجسم والوش. اول حاجة احنا في البادي كير المفروض طبعا ان احنا بنعمل شيفنج وكده. فالشيفنج ده بيتعمل مش مثلا في، يعني مثلا سواء انتوا عندكم مناسبة مثلا عيد بقى فرح اي حاجة، مش بيتعمل في وقتها على طول، لا بيتعمل قبليها مثلا بيومين ولا حاجة. ليه؟ لان هو مثلا ممكن يسبب مثلا حبوب مثلا. ده شيء وارد يعني، مش حاجة تكون وحشة. لا ده عادي، شيء وارد طبيعي. ممكن يسبب حبوب، يسبب احمرار، اي حاجة يعني، فانتوا بتعملوها قبليها بشوية. ولكن يعني الروتين بتاع الجسم عموما انتوا بتاخدوا شاور عادي. والشاور بجد انا كنت لسه عارفة الاضرار بتاعت الليفة اللي هي العادية، اللي هي اللي قدامكم تظهر على السكرين دي اضرارها كتير قوي. يعني بتلم بكتيريا وحاجات كتير قوي. فقدامكم حلين، يا اما اللوف دي يا اما الليفه دي اللي هتظهر قدامكم على السكرين برضو. دي بتبقى حلوه على الجسم برضو، بتنظف كويس. وكمان مش بتلم بكتيريا زي التانية، فحلوه. وكمان بعد خلاص كده احنا بناخد الشاور، فاحنا المفروض نعمل لجسمنا سكراب. اوكي، بعد السكراب بنعمل شيفنج. فالمفروض بقى احنا خلاص نطلع بقى ساعتها. المفروض ما نحطش اي حاجه على جسمنا اطلاقا خالص، ما نحطش لا كريمات ولا اي حاجه بعد الشيفنج. ممكن بس نحط مرطب يعني على الاقل، بس ما نحطش حاجه فيها روايح كتير قوي عشان مثلا جلدنا متحسس او كده. ومفروض اللي احنا بعد بعد خلاص يعني ما يعدي وقت كده ان شاء الله، بنحط على جسمنا البادي لوشن، وبعد كده بادي سبلاش. احنا طبعا في كتير مننا بيكون في مناطق في جسمه تكون ناشفة عن باقي جسمه، زي الكوع والركب وكده، فبيتحط له حاجات اتقل من باقي الجسم. ممكن تحطوا مثلا اللي هيظهر قدامكم على السكرين ده، اللي هو كريم كاربامايد. ده تحفة بجد، حلو قوي، انا صراحة بحبه جدا. ده اصلا وحلو قوي لجلد الوزة، فهيبقى حلو قوي لما انتوا تحطوه. كمان هو تقيل قوي على البشره، فبيرطب كويس جدا جدا، فصراحه حلو، انا بحبه جدا. وبعد كده عندنا طبعا احنا بنحط لازم طبعا الديودرنت. وعلى الاندر ار ما ينفعش نعمل سكراب، لان هو منطقه طبعا انتوا عارفين اللي هي حساسه وكده، فما ينفعش نحط لها سكراب اطلاقا، عشان يعني بيكون تقيل قوي على المنطقه. وبعد طبعا ما نخلص الشاور بتاعنا، عايزين بقى تحطوا براحتكم اي كريمات انتوا بتحطوها، بادي لوشن، باتي باتر، اي حاجه من دي. فانتوا بتحطوا اللي انتوا عايزينه، اي حاجه انتوا تحتاجوها. كده خلصنا تاني جزء. تالت جزء بقى وهو السكين كير، الوش بقى وكل ده. طبعا احنا وشنا برضو احنا بنعمل بيه شيفنج. في الشيفنج بتاعت فلامينجو دي حلوه برضو. انتوا يعني تعملوها برضو قبل طبعا ما تحطوها، بتحطوا على وشكوا جل صبار، او مثلا الجل بتاع شان جل برضو بتحطوه، يبقى حلو قوي. اي حاجه جل يعني، المفروض هي تسهل عليكم موضوع الشيفنج وكده. وبعد كده اول طبعا حاجه انتوا بتغسلوا وشكوا، عايزين بقى تعملوا سكراب، ماسكات بقى ماسكات تفتيح، اي حاجه من دي طبعا. ترتيب تحطوا شيت ماسك من دي تبقى برضو تحفه. كل بقى حاجات العيد وانتوا عارفينه كده. وطبعا الروتين بتاع الايد والرجل طبعا قبل كده، فمش هقوله في فيديو النهارده عشان ما اطولش عليكم. وكمان للشفايف احنا المفروض نعمل لها سكراب. في برضو من ايفا، ده تحفه، هيظهر قدامك على السكرين. ونحط مثلا ليب بالم او ليب ماسك، حلو قوي برضو، هيظهر قدامكم على السكرين ده. انا بحطه فتره كبيره قوي، بصراحه هو تحفه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى ان تكونوا استفدتوا من كل النصايح اللي في الفيديو. وكل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله يكون عيد سعيد علينا كلنا، واشوفكم الفيديو جاي. باي.